شمس المغرب وموقعه الاستراتيجي وبنيته الصناعية القوية تجذب شركة سينهيليون السويسرية لتنفيذ مشروع تطوير وقود اصطناعي مستدام بقيمة $1,000,000,000 في البلاد. المشروع يهدف إلى إنشاء وحدة صناعية متطورة قادرة على إنتاج 100,000 طن سنوياً من الوقود الشمسي عن طريق تركيز الأشعة الشمسية عبر مرايا ضخمة موجهة نحو برج حراري، وهو ما سيولد حرارة تفوق 1000 درجة مئوية تحول ثاني أكسيد الكربون والماء إلى وقود نظيف، مع السعي لتحقيق تكلفة إنتاج تصل إلى $1 لكل لتر. المغرب يمتلك أحد أعلى معدلات الإشعاع في العالم، مع تعرض أغلب مناطقه لأكثر من 3000 ساعة من الشمس سنوياً، ويمتلك أكبر محطة للطاقة الشمسية في العالم تدعى نور ورزازات. فهل يصبح المغرب مركزاً إقليمياً ودولياً للطاقة النظيفة قريباً؟